على تقرير مع حضراتكم. الحقيقة مصر دايما بتتكلم عن الإنتاج، بتتكلم عن الابتكار، بتتكلم عن الصناعات الصغيرة، لكن يبدو أنه دائما يقف الحد عند الكلام. لما يكون في مبتكر مصري وصاحب فكرة أرخص عربية يمكن أن تصنع في العالم، يذهب بها إلى المسؤولين في مصر فيرفضوا الفكرة، ويذهب بها إلى الصين فترى الفكرة النور. نشوف تقرير هشام البري. مخترع، مبتكر، سموه زي ما تسموه، المهم انه بعد مجهود ضخم انتج للشعب المصري وخصوصا الشباب ارخص عربية في مصر. ايوه زي ما سمعت، وكمان بكل الكماليات اللي تتخيلها. العربية دي اخذت مننا مجهود جامد جدا، لان احنا من سنة 2004 احنا شغالين فيها. البداية طبعا الفكرة كانت مسجلة في أكاديمية البحث العلمي من سنة 2004. حاولنا نصنعها في مصر، لكن يعني عشان يطلع الموضوع بسرعه فكان لازم يطلع من بره مصر ثم يبتدي من مصر مره ثانيه، او بمعنى اوضح توطين العربيه مره ثانيه في مصر. عشان كده اسمها نانو ايجيبت. نانو ايجيبت دي علامه تجاريه مسجله. بعنا منها في السوق الصيني اكثر من 350 عربيه كتاكس. صدرنا من هولندا، غانا، نيجيريا، باكستان. في عروض كتيره جدا جدا بتنهار علينا. جالنا عروض من السعوديه، جالنا عروض من قطر، جالنا عروض من دول كتير قوي، لكن احنا مصرين ان العربيه فعلا لازم تطلع من مصر لان هي نانو مصريه. نانو ايجيبت عربيه مصريه الفكره ومعموله مخصوص لمصر، واي شاب مهما كان دخله يقدر يجيبها. في ظروف تشغيل خاصه في مصر، فلازم تعمل عربيه تمشي مع المواصفات اللي في مصر حسب طبيعه المستهلك داخله، طبيعه الطرق، معدل الاستهلاك. نعمل عربيه تعمل تلف مصر كلها تقريبا بحوالي 3 جنيه، لانها بتعمل كل 100 كيلو 3 لتر. يعني اقدر الف مصر كلها بحوالي 3 جنيه تقريبا، او 2 جنيه و40 قرش. الهدف منها ازاي ان احنا نتواصل مع الناس بصوره افضل، نقدم لهم منتج كويس يفهم متطلباتهم على قد القيمه الماديه المتاحه معاهم. العربيه بالكامل متصنعه بمعايير معينه، شاسيه حديد بالكامل، دي الوحيده في مصر كده، الوحيده اللي في مصر بتركب كاوتشات بيرحل نفسه بنفسه. عربيه واسعه جدا جدا من جوه عشان نقدر نتغلب على مشكله الزحمه اللي موجوده حاليا، ان انا يبقى معايا عربيه اصغر حجم خارجي، لكن في نفس الوقت اقدر اخد اسرتي واركبهم جوه العربيه بصوره امنه جدا جدا وشيك جدا جدا، ويقعدوا براحتهم مرتاحين خالص. اللي سمع عن ثمن العربيه بالامكانيات دي راح يشوف ايه الحكايه، صدق ولا كلام اعلانات. سمعت انها عربيه رخيصه عامله 25000 جنيه، والتقسيط بتاعها برضك كويس، في متاح بالنسبه للناس كلها، انها ممكن اي انسان عادي وبسيط ممكن يشتري العربيه دي. والله العربية جميلة، وأحسن حاجة فيها إنها أفكار مصرية طبعا، وده كمنتج مصري يعني أول في مصر هنا، فده اللي شجعني أولا إن أجي أشوف العربية وأتفرج عليها. مفيش عربية ب25000 جنيه دلوقتي، وعربية إمكانياتها كويسة، يعني قرينا عنها كتير ونزلت في الجرايد وبنشوف عليها إقبال شديد يعني من جميع المحافظات، حاجه كويسه يعني. هنا العربيه دي بتوفر ان انا اقدر اشتري عربيه رخيصه وفي نفس الوقت تنفع للموظف العام ولاي فرد في الدوله. فعربيه رخيصه مش هتكلفني، ممكن لو حسبتها هلاقي ان انا البنزين اللي بدفعه او الفلوس اللي بصرفها مواصلات هو ثمن القسط بتاع العربيه دي. مين كان يصدق ان في يوم من الايام يقدر يشتري عربيه جديده وبكام؟ ب25000 جنيه بس. فعلا اللي يعيش يا ما يشوف. هشام البرجي، 48 ساعه، قناه المحور. طبعا يفترض ان احنا نحتفي باي شيء مصري. طبعا في البعض في برامج ثانيه يقول لك ان ده اعلان على العربيه، احنا ما قلناش اسم العربيه ولا حاجه، بس احنا الصين والدول دي كلها بتهتم جدا باي حد بيعمل اي حاجه يضيف يعمل اضافه للبلد دي. الابتكار ده لو كان صحيح وفعلا كل 100 كيلو ب3 لتر فده اختراع غير عادي، مش في مصر فقط ولكن في العالم كله. نتمنى ان العقول دي تبقى يعني بدل ما تروح الصين تبقى موجوده في مصر. للاسف انت بتقول بنحتفي بكل شيء مصري، للاسف هو في النهايه صنع في الصين للاسف.